اهلا بكل حبايبي. يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك. النهاردة هنتكلم شوية عن اعظم ايام الدنيا، يوم عرفة. ويوم عرفة ده هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وده اليوم اللي بيجي قبل عيد الاضحى بيوم، وهو من اعظم الايام عند المسلمين، وله مكانة كبيرة جدا سواء للحجاج او اللي مش بيحجوا. طب ايه اللي بيحصل في اليوم ده؟ في يوم عرفة بيقف الحجاج على جبل عرفات اللي موجود قريب من مكة، وده ركن أساسي من أركان الحج. يعني أي حد ما بيحج لازم يقف في المكان ده، ولو موقفش في عرفة يوم 9 ذو الحجة حجه مش صحيح. طب ليه سمي بهذا الاسم؟ سمي جبل عرفة لأن الناس تعرفوا عليه، أو لأن سيدنا آدم وستنا حواء تقابلوا هناك وتعرفوا على بعض، ولما نزلوا من الجنة. وإيه اللي حصل في يوم عرفة للحجاج؟ اللي بيحصل إن هم بيقعدوا من الظهر للمغرب على جبل عرفات، بيدعوا ربنا ويستغفروا. والجو بيبقى كله خشوع وتوبة. والمسلمين اللي مش بيحجوا بيصوم اليوم ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. يعني صيام اليوم ده بيمسح ذنوب سنة فاتت وسنة جاية. جمال اليوم ده، ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة آية 3. ودي كانت أعظم نعمة، إن الدين اكتمل، وكان ده يوم عرفة. وتعالوا يا ولادي أحكي لكم حكاية بسيطة. يوم عرفة ده يوم ربنا بيفتح فيه السماء وبيقول للملائكة: شوفوا عبادي جم من كل مكان تعبانين ومتبهدلين بسبب، بس هم جايين لي فأنا غفرت لهم. فتعالى ندعي كتير ونصوم اليوم ده لو نقدر، وكمان علشان نبقى تعرف قد ايه اليوم ده عزيز على قلوبنا. وتعالى اقول لكم حكاية ست نرجس في اليوم ده. يوم عرفة كان في زمان من بعيد، في زمن من بعيد، كانت في ست طيبة اسمها ست نرجس. ست كبيرة في السن ودايما مبتسمة ودايما ريحتها زي المسك. كانت ساكنة في بيت بسيط، بس قلبها مليان نور، وكان عندها حفيدة اسمها ملك بتحب تقعد معاها وتسمع الحكايات. وفي يوم من الأيام قبل عيد الأضحى بيوم نادت ست ملك نرجس على ملك وقالت لها: تعالي يا ملك، اقعدي جنبي النهاردة، مش زي أي يوم. النهاردة يوم عرفة، يوم ربنا بيفتح فيه أبواب السماء للناس كلها. ملك فتحت عينيها وقالت: يعني ايه يا تيتا؟ بيحصل فيه ايه؟ ضحكت نرجس وقالت: هقولك يا حبيبتي. زمان كان في نبي اسمه إبراهيم، وربنا أمره يبني الكعبة وعلمه الحج. وفي يوم 9 من شهر ذو الحجة بيجي الحجاج من كل حتة في الدنيا، ويلبسوا أبيض ويقفوا كلهم على جبل اسمه جبل عرفات. يقفوا تحت الشمس ويرفعوا ايديهم ويدعوا ودموعهم تنزل. ملك سألت: طيب احنا مش هناك، طب نعمل ايه؟ ردت نرجس وقالت: احنا نصوم وندعي ونسامح ونطلب من ربنا يغفر لنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يمسح ذنوب سنتين ومن المغفرة يا ملك. سكتت لحظة وقالت: يا ده كنز يا تيتا. ضحكت ست نرجس وقالت: اه والله كنز يا بنتي. وربنا في اليوم ده بينزل للسما والدنيا ويسأل الملايكة: شوفوا عبادي جم من بعيد وشعرهم منكوش ووشهم عليه تراب، بس قلوبهم مليانة قلوبهم مليانة حب، فأنا غفرت لهم. ملك حضنت جدتها وقالت: طب أنا كمان عايزة أدعي وأصوم وأبقى شبههم، يمكن ربنا يغفر ليا أنا كمان. نرجس ابتسمت وقالت: طالما قلبك نضيف ولسانك بيدعي وربنا شايفك، يبقى انتي من
أحبابه. ومن يومها بقت ملك تستنى يوم عرفة كل سنة وتقول النهاردة السما مفتوحة، لازم أقول كل اللي في قلبي. وأنا عايزة أقول لكم كل عام وأنتم في أتم نعمة وستر وصحة وفضل ونعم ورضا من ربنا علينا، ودايما نحمد ربنا يا حبايبي. ومستنية رأيكم في الكلام الحلو ده. فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، والسلام يا كل حبايبي.